رسميا عبد العزيز يعقوب إلى الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن كل اخبار الكرة المصرية والكرة العالمية. قبل بس ما نبدا يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نخش على الفيديو. هنبدا اول حاجة وهي باخبار النادي الاهلي. هنبدا كده مع بعض الاول بالصفقات. ورسميا الاهلي يعلن عن صفقة عبد العزيز يعقوب واللاعب في طريق الى مصر، واللاعب هيوقع عقد انضمام 3 سنين ونص، ودي من ضمن الصفقات القوية اللي الاهلي هيضمها في يناير. وكمان الاهلي هيخلص رسميا مع خالد عبد الفتاح، وخالد عبد الفتاح هيتعلن رسمي ان هو لعيب في النادي الاهلي خلال الايام المقبله. بخصوص بقى كريستو هيكون خلاص متواجد بكره في النادي الاهلي او متواجد بكره في القاهره. دي كده كل الصفقات الاهلي قرب خلاص تجيبهم. طبعا الاهلي لسه كمان هيتعاقد مع لاعب او لاعبين. وبخصوص بقى قصه ميكيسوني، نادي ابها السعودي عاوز يقطع الاعاره واللاعب يرجع للنادي الاهلي، وطبعا الاهلي بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يرفض قطع الاعاره وعاوز يخلي اللاعب مع نادي ابها. وطبعا نادي ابها مش عاوز اللعيب. في حال بقى لو الاعاره تم قطعها واللعيب رجع للنادي الاهلي ما هيبقاش فيه الا حلين. الحل الاولاني طبعا واللعيب يجي والاهلي يمشيه سواء بقى على الاعاره او على البيع، والحل التاني اللي الاهلي يفسخ عقد ميكيسوني. دول الحلين. ما ينفعش اللعيب يجي في يناير ويقعد في قائمه الانتظار، مفيش الكلام ده في يناير. والاهلي في محاولات مع نادي ابها اللي اللعيب ما يتمش قطع الاعاره بتاعته ويكون مع نادي ابها. ودي قصه ميكيسوني وان شاء الله تخلص على خير. الاهلي اعلن النهارده غياب كريم فؤاد عن المباريات لمده شهر بسبب طبعا الاصابه اللي جت له امبارح في مباراه بيراميدز. وسلامات يا كريم وان شاء الله ترجع في اسرع وقت. والاهلي اعلن برضو النهارده ان محمد عبد المنعم هيكون جاهز للمباراه الجايه بشكل طبيعي سواء بقى مباراه انبي او مباراه مصر او الزمالك. اللاعب بس كان جاله كدمه بسيطه امبارح في مباراه الاهلي امام بيراميدز، والحمد لله النهارده عالج منها. بخصوص بقى مصطفى شوبير واكرم توفيق، اللاعيبه رجعت النهارده من النمسا بعد طبعا ما عملوا العمليات بتاعتهم، والف سلام عليكم يا رجاله. دي كده كل اخبار النادي الاهلي. نخش على اخبار نادي الزمالك. والزمالك بدا النهارده تدريباته استعدادا لمباراه الداخليه يوم الخميس القادم. ولحد اللحظه دي ما فيش اخبار بخصوص صفقات نادي الزمالك في يناير والراحلين عن نادي الزمالك في يناير. بخصوص انتقال عبد الله السعيد للزمالك لحد اللحظه دي لسه ما اتعلنش بشكل رسمي، وفي كلام من نادي الزمالك ان اللعيب مش في حسابات فيريرا. اما اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك فما فيش اي اخبار عن اي لعيب مشى من نادي الزمالك. ودي كده كل اخبار نادي الزمالك. نقول بقى اخبار الكره العالميه عشان ننتقل الى نتائج الدوري المصري اليوم. النهارده تم تقديم كريستيانو للنصر السعودي. بالتوفيق يا رونالدو. نخش على الخبر الثاني وهو بخصوص انسو فاتي. اللاعب قريب جدا من الرحيل عن برشلونه في الصيف. الخبر اللي بعد كده وهو بخصوص ليونيل ميسي خلاص بشكل رسمي هيجدد مع باريس سان جيرمان. كان في كلام الفتره اللي فاتت اللاعب هيروح للهلال السعودي، لكن لحد اللحظه دي ما فيش اخبار رسميه تدل ان اللاعب هيروح للهلال السعودي. ودي كده كل اخبار الكره العالميه. ننتقل بقى الى نتائج الدوري المصري. نبدا كده بمباراه غزل المحله وسيراميكا كليوباترا، وكسب فيها سيراميكا كليوباترا 3-0. المباراه الثانيه كانت المقاولون العرب وحرس الحدود وخسر ب 3-2 للمقاولون العرب. والمباراه الثالثه كانت الاسماعيلي والبنك الاهلي وخلصت بالتعادل السلبي بدون اهداف. وبس كده دي كل اخبار النهارده، وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا، مع السلامه.